ساعات كده وانت سايق البايك بتاعك بتقول انا لو معايا كاميرا او معايا حاجه اصور بيها اللحظه دي بالنسبه لي هتبقى حاجه حلوه اللي انا اوثقها او انزلها على الفيسبوك او اشيرها مع اصحابي. لو انت من الناس دي فانا جيت لك بالحل، اقول لك لو انت في دماغك تشتري اكشن كاميرا هتعمل ايه وتركبها في الخوذه ازاي وكل المعدات بتاعتها. طب في حال اللي انا لسه او الكاميرا مش من اولوياتي، انا هقول لك ازاي تستخدم بالموبايل اللي في ايدك ده كأنه اكشن كاميرا بالظبط وتوصله بالخوذه ازاي وكل المعدات اللي انت محتاجها عشان تعلق الموبايل بتاعك في الخوذه وتقدر تصور بيه وتورينا الحاجات العظمه اللي انت هتعملها. لو انت مهتم بالمحتوى ده وبتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش دلوقتي تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، ولو انت بتشوفنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو ولايك للفيديو وتشيره مع اصحابك. ويلا بينا. طيب دلوقتي انا معايا شويه حاجات كده من الحاجات اللي انا بصور بيها وبنعملوا بيها الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها على الانستجرام او حتى على التيك توك، واللينكات بتاعتنا هتلاقيها تحت. فمن ضمن الحاجات اللي انا بدات بيها كانت دي الجو برو هيرو 7 بلاك. الكاميرا دي قعدت معايا فتره كبيره قوي، وبس دلوقتي هي الله يرحمها ما بقتش تشتغل لان انا قعدت استخدمتها حوالي سنتين. كنت بروح بقى البحر والكلام دوت، فاستخدمتها سنتين. والمفروض اللي انا كنت اجيب لها هاوسنج اللي هو بيتحط جواها عشان ما يدخلش فيها ميه. هي الجو برو ضد الميه بس مش ضد الميه المالحه، لان الميه المالحه بتاكل البورد بتاع الكاميرا، فدي خلي بالك منها. لو انت بتستخدم كاميرا على اساس ان هي ممكن تنزل الميه المالحه، لا، انت هتعدي منها مره واثنين وثلاثه زي ما انا عملت، بعد كده الكاميرا هتلاقيها بتخرف منك، والسبب في كده ما جبت لهاش هاوسنج. الكاميرا ديت ما مش لاقي لها حل ومش عارف اصلحها، مفيش حد هنا بيصلح. فانت لو تعرف حد بيصلح كاميرات قول لي، هتساعدني كتير ونرجع الكاميرا دي تشتغل تاني. لما الكاميرا دي باظت وما بقتش تشتغل جبنا الكاميرا العظمه دي اللي انتوا بتشوفوها دايما، وهي الجو برو 360 او جو برو ماكس زي ما بيقولوا عليها. الجو برو ماكس يا سيدي هي طبعا ده الترايبود ده عادي، بس هي دي الكاميرا البتاعه الصغنونه دي. تمام. ميزه الجو برو او الجو برو ماكس ان هي فيها عدستين. ثانيه واحده نشيل الكفرات بتاعتها دي. تمام. فيها العدسه دي والعدسه دي. ميزه الكاميرا دي وهي اغلى، تعتبر اغلى حتى من الجو برو 11 اللي هي نازله الجديده، ان هي بتصور 360 وانت ممكن تتحكم فيها تستخدمها ك 180 بس. الكاميرا دي اللي بتشوفوا اغلب فيديوهاتنا اللي هي بتلاقيها شبه الكره الارضيه كده، وساعات بتسالونا انت دي القطه عادي مفيش مشكله وساعات بتسالونا انتوا بتصوروا ازاي، فهي دي الكاميرا اللي احنا بنصور بيها. احنا نقفلها كده عشان ايه، مثل بيقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. انا اتلسعت من الشوربه في الكاميرا اللي فاتت، فبقيت احافظ على الكاميرا دي قوي. وبما اني اتعلمت اللي انا اجيب هاوسنج للكاميرا اللي فاتت، فانا ال 360 جبت لها الهاوسنج بتاعها لو هنزل اعمل حاجه تحت الميه او ايا كان. حتى الدنيا لو وهي بتشتي بحط لها الهاوسنج ده زي ما انا قلت لك. بقيت بخاف جدا على الحاجه لان صعب اللي انت تصلحها هنا. بعد ما جبت ال 360 ودخلت في اليوتيوب وبدات افكر في القناه واعمل فلوجز، انت لو متابعني هتلاقيني في فيديو او فلوج جاي بعمله كنت بوصل المايك بالموبايل بحط الصوت على الفيديو. بس بعد كده لقيت الموضوع مش ده اللي انا عايزه، مش دي الكواليتي بتاعت الصوت اللي انا عايزها، لان المايك دوت بيوصل لوقت او سرعه معينه وما بيستحملش. فايه الحل؟ سالت الناس اللي انا لقيته فيه ادابتر كده، اللي هو المفروض الادابتر دوت بتاع الجو برو دوت بتوصله على الكاميرا وبتوصل منه اي مايك. سالت يا جماعه انا عايز الادابتر ده، في ناس قالوا لي ما ينفعش يركب على 360 لان 360 ما فيهاش الخاصيه دي. كل الاكشن الهيروز ليهم الكلام ده، اللي هو من اول هيرو 3 لحد هيرو 11 ليهم الكلام ده، لكن الماكس ما فيهاش خاصيه المايك لان هي فيها اصلا 2 مايك من بره، فمش هينفع تركب لها مايك خارجي تاني. انا عايز اطور من نفسي، عايز اعمل حاجه اكتر في اليوتيوب. فالمفاجاه بتاعت النهارده واللي انا كنت منزلها لكم على الانستجرام اللي احنا جبنا الهيرو 10. عايز اقول لكم انا ما فتحتش الكاميرا دي مع انها وصلي من كام يوم، ما فتحتهاش عشان افتحها معاكم مخصوص. فبسم الله، دي الكيسه بتاعتها وده الريسيت ملناش دعوه بيه. الحمد لله اللي انا لحقتها قبل ما سعر الدولار يغلى. فمواصفات الكاميرا دي يا سيدي هنا الاول كده، هي
23 ميجا بكسل، بتصور 5K و 4K وضد الميه 10 متر. تمام. طبعا احنا قلنا اللي هي مش ضد الميه المالحه، تمام، عشان ديت برضو نقطه انا اتعلمتها وخدت فيها درس وحش زي ما قلت لك في الهيرو 7. 10 متر، وديت الميه اللي هي بتاعت حمام السباحه، الميه العذبه. وبروسيسور جديد اسمه GB2. البروسيسور دوت اقوى من اللي كانوا قبله كده. طيب هنا برضو حاطط لك نفس المواصفات اللي هي 23 ميجا بكسل و 4K و 5K، 10 متر، وفيها فويس كنترول. يعني الكاميرا ديت وانا حاططها ممكن اقول لها تشتغل، طبعا تشتغل ببصمه الصوت كده. وسلو موشن ب 8 اضعاف، وفيها ممكن اطلع منها لايف، وفيها التايم وورب دوت اللي هو بيجري الفيديو بسرعه ده، وفيها كلاود، وكمان دقه الصور بتاعتها بقت احسن، وممكن كمان استخدمها اللي هي كويب كام بتاعه الكمبيوتر. المود ريدي ديت حاجه تانية كده هبقى اوريها لكم واحنا في الفيديو. فيها الاكسسوارز كمان اللي معاها، الكاميرا، فيها بطاريه، وفيها مسمار، وفيها الماونت والشاحن والشنطه. ليه الهيرو 10؟ انا عن نفسي الهيرو 10 لقيتها احسن عشان الهيرو 11 غالي عليا. تاني حاجه الفرق بينهم مش كتير. طيب ليه ما جبتش الهيرو 9 مع ان في ناس كتير بتشكر في الهيرو 9؟ الهيرو 9 بالنسبه لي كانت من عيوبها اللي هي بتسخن. الهيرو 10 لما دورت لقيتها مش بتسخن قد ال9. تاني حاجه ودي الاهم بالنسبه لي، العدسه نفسها اللي هي هفتح واوريها لكم، بس اللي انا بتكلم فيه اللي هي العدسه دي في الاجيال اللي قبل كده، ودي كانت مشكله كانت بتقابلني، اللي انا ماشي مثلا بصور في الشتاء بلاقي الميه اتراكمت هنا على العدسه دي، فكنت بضطر ان انا امسح. فالعدسه هنا اتطورت، حتى الشاشه اللي ورا اتطورت في الكاميرا دي، الميه ما بقتش بتثبت عليها. فطولنا قوي وانا متحمس ان انا افتحها معاكم. هنا دوت المفروض البتاع بتاعت الكرتونه. بسم الله يا جماعه، والله عايز اقول لكم ربنا يرزق كل واحد فرحه الحاجه الجديده، واي حد نفسه يشتري حاجه جديده، ف ربنا يرزقه الفرحه دي. وانا ديت من الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها، اللي انا افتحها معاكم عشان انا فرحان جدا وحابب اشارك الموضوع ده معاكم. فبسم الله. البطل بتاعنا ديت مفيهاش حاجه، فيها الباركود بتاعها بس وخلاص. طيب دي كده الشنطه. الكاميرات اللي قبل كده او ال9 كان بيجي فيها شنطه قبل كده، لكن ال8 وال7 وكل الكلام ده ما كانش بيجي معاهم شنطه خالص. ف ريحه الحاجه الجديده كده ليها طعم، فاهم؟ فنفتح كده. اوه لا لا، دي شكلها. طيب واحده واحده كده. في ايه هنا؟ زي ما قلنا الشاحن، ودوت الماونت، وثانيه واحده المسمار، وفي هنا بطاريه. البطاريه ديت اللي انا اعرف ان هي لما بتصور 4K بتقعد 3 ساعات. ودي كمان تبع للماونت. والوحش الصغنن وصل. يا سلام. افتح. هي دي اللي مجننه الناس، فمش عارف افتح. عارف اللي هو ايه، بس اخسر اشيل اللزق اللي عليها. فهي المفروض دلوقتي بحط لها البطاريه واعمل لها ابديت، بس دوت مش مشكلتنا دلوقتي. انا المهم اللي انا عايز اقول لك، انا بركب الكاميرا في الخوذه ازاي. ده الستيكر بتاعها عشان لو عايز تعلقه على الخوذه او عايز تعلقه على الموتوسيكل بتاعك. وهنا برضو في شويه حاجات بيقول لك اللي انت تركب الحاجات دي ازاي وتعلقها على الخوذه ازاي. وهنا ورا بيقول لك طريقه الفتح بتاعه الحاجه. تمام، فده نخليه هنا. وهنا ده الكتالوج. ممكن نحط الحاجه دي جوه تاني كده. انتوا متعرفوش انا متحمس ازاي. طيب فدي الهيرو 10 واحنا اتكلمنا عليها. طيب يا سيدي، انت دلوقتي الكاميرا دي معاك،
هتحطها ازاي في الخوذه. ادي الخوذه بتاعتنا، وانت عندك حل من الاثنين. البتاعه دي اللي هي جايه معاها بتاعه الخوذه بتحطها هنا، بس انا عشان عندي مشكله في الخوذه نفسها، ثانيه واحده انا خايف عليها فهنسيبها هنا. فعشان انا عندي مشكله في الخوذه، الهوايه بتاعه الخوذه دي تمام، مش هينفع اثبت عليها الماونت كده. في خوذ ثانيه ينفع تثبت عليها الماونت. في ناس بتقول لك طالما انت عندك الفتحه دي هنا، فانت ممكن تحط الماونت ده هنا في الجنب كده. شايفين السماعه دي؟ فهو الماونت بيبقى فوق كده. انا عن نفسي ما بفضلش الحكايه دي، لان هو بيجيب وصلات والكاميرا بتكون طالعه كده. لو انت سايق بسرعه لا قدر الله الكاميرا ديت راحت، فاحنا بنفضل ان احنا نحط الكاميرا دي قدام عشان الايرودايناميك والهواء وهو طالع يبقى تمام معاك، فاهم؟ ثانيه واحده بس، انا عايز اقرب حاجه معاكم عشان العدسه دي انا هنا في ال7 كنت جايب لها زي كفر كده، فمش عارف هيركب هنا ولا لا. هو عارف اللي هو ايه، هيدخل حشر كده، بس حاجه مؤقته بس عشان ما تخربش العدسه لحد ما نجيب لها واحده تانية. طب ايه الحل لو انت عندك المشكله دي؟ او يا سيدي انا مش عايز ابوظ خوذتي واحط عليها لزقه 3M والجو ده. فده الحل التاني. انا شفت كذا حد منزل بوست على الجروبس بتاعت البايكرز والكلام ده. البتاعه الصغننه دي بتركبها، بتحطها هنا، بتفتح بس الفايزر كده وتروح جاي حاططها هنا تمام، ومركبها ورا بالخيط بتاعها، وتبقى هي بتعلق عليها الخوذه تمام. يعني بتبقى كده بالظبط. وده الحل الامثل للناس اللي عندها المشكله هنا في هوايه الخوذه او مش عايزه تركب 3M ديت. يا سيدي بعد ما تركبها في الخوذه بتروح جاي، مش عارف هي ما بتتباعش بمسمار اكيد يعني، مش عارف، او بتتباع بمسمار، بس ايا كان بتروح جاي فاتحها. وفي هنا الكاميرا بيبقى فيه حاجتين كده نازلين عشان تعلق الكاميرا ما بينهم. تروح جاي مدخلها كده وتدخل المسمار وتربط كويس جدا جدا. ويبقى فيه كمان بيبقى فيه مسمار اصلا او مفتاح للمسامير دي عشان تربطها جامد، وبتعلقها كده فبتبقى هي متعلقه في الخوذه. اوكي، ده بيبقى شكل الكاميرا في الخوذه. برضو ال 360 اللي هي دي لو انا عايز اشغلها، او لما كنت بشغلها 180 كنت بحطها بنفس الموضوع. فده الحل مع الكاميرا والخوذه. احنا دلوقتي هننقل للجزء التاني بعيدا بقى عن الكاميرا، وعايزك دلوقتي تنزل بقى في الكومنتات وتقول لي مبروك على الكاميرا الجديده عشان هنعمل بيها شغل جامد. في حاجه بقى نسيت اقول لكم عليها. من ضمن الاسباب زي ما انا قلت لك في الاول اللي خلاني اجيب الكاميرا دي اللي هو الميكروفون، اللي انا ما كنتش قادر اركب ميكروفون على ال 360، فاشتريت الكاميرا دي. الكاميرا دي بيتركب لها او بيتحط لها حاجه، الهاوسنج ده بيبقى مايك، وممكن يتحط له فلاش، ده للناس بقى اللي هي بتعمل فلوجينج بقى والجو ده. وفلاش من هنا، وممكن يتحط لها فلاش تاني من هنا. فبتتركب ازاي؟ الجنب ده كده بتاع الكاميرا نفسه تمام، بيتفك، بتشيل دي فبيبقى فاضي هنا، وبنفتح الهاوسنج ده كده، وتروح جاي حاطط الكاميرا، ندخل الكاميرا كده بالراحه. اهم حاجه تدخلها بالراحه، محدش يفهمني غلط، قلة الادب تمام. فبيبقى شكلها عامل كده، كبرت شويه صح، بس شكلها اشيك. وممكن كمان ايه بقى للفلوجز بقى والجو الجامد ده، ممكن نشيل دي نحطها على جنب، ونروح جايين حاطين دي هنا كده كده، ومسمارك الحلو، مش عارف
كده زي الفل. قفل قفل قفل، وبتقفلها يا صديقي وبتبقى كاميرا فلوجز زي الفل. تقدر كده وتتكلم وازيكم عاملين ايه، معاكم رمزي ابو زيد من باد بويز وتبدا تنطلق. فده كان السبب اللي انا جبت الكاميرا دي، عشان اعرف اتكلم في المايك والفلوجز والحاجات اللي انا بقول لك، اللقطات اللي هي يا لو معايا الكاميرا او معايا المايك في اللقطه دي كنت صورتها هينفع. وكمان الهاوسنج ده بيبقى فيه من ورا كده 3 حاجات كده، 3 مخارج ممكن تدخل منهم مايك من اي نوع انت بتستخدمه. تمام، في تايب سي وفي المايك العادي دوت، وفي مايك تالت مش عارف نوعه ايه، بس هي على العموم انا هستخدم المايك العادي اللي هو الوصله بتاعته تبقى شبه السماعه ده. تمام، فدي الهيرو 10، وما تنساش تقول لي مبروك. طيب خلي الهيرو 10 كده و360 جنبها كده. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا معيش كاميرا، ميزانيتي ما تسمحش ان انا اجيب كاميرا، او التصوير مش من عشاق التصوير، بس انا حابب مثلا ان انا طالع مع اصحابي نصور اي حاجه. فقول لنا ايه الحل؟ الحل يا سيدي برضو في نفس القطعه دي. لو انت برضو نفس المشكله بتاعت الخوذه والهوايه او ايا كان، بس انا بفضل لك القطعه دي. القطعه ديت عشان انت هتغنيك ان انت تشتري الهاوسي سوري الهولدر ده بالبتاعه بتاعته دي دوت. تقريبا الاتنين دولت لو انتوا اشتريتهم من مكان موثوق يعني، تمام، اصليين عليهم ختم بتاع الجو برو، هيبقوا اغلى من دي. تمام، فدي تقريبا دلوقتي في مصر عامله تقريبا 120 جنيه. هتروح جايب دي معاك المسمار بتاعها طبعا. والقطعه الاهم يا صديقي هي القطعه الصغننه دي. تمام، انا هعمل لك زوم عليها عشان تبقى شايفها. القطعه الصغيره دي هي اللي هتربط لك الموبايل والحته ديت اللي انت هتحطها في الخوذه، بالاضافه طبعا اللي انت هتحتاج هولدر بتاع الموبايل. طيب هركبهم في بعض ازاي؟ هتروح جاي حاطط ديت القطعه دي جوه هنا، ومدخل فيها المسمار لحد ما يتربط معاك، وتاكد جدا اللي انت رابط الحاجات دي جامد. عشان عايز اقول لك انا عن تجربه يعني، انا ساعات بنسى ان انا اربط المسمار والكاميرا بتطير. انا ال7 كنت بصور بيها في مره ونسيت اكد على المسمار، فالمسمار مع الذبذبه والهواء الكاميرا طارت مني، بس الحمد لله كانت في الهاوسنج هو اللي اتكسر يعني. فبيبقى بالشكل ده. بتروح جاي جايب القطعه بقى بتاعه الموبايل، وبتروح جاي حاططها هنا مثبتها كده. طيب هنا القطعه دي نسيت اقول لكم ان القطعه دي مزوده بحاجه بصاموله كده، بحيث ان مثلا لو الهولدر بتاع الموبايل ما ظبطش، انت بتقدر تتحكم فيها وتظبطه كده، وتبدا تحرك المسمار او الصاموله نفسها اللي تحت، بحيث ان هي يربط جامد بالشكل ده ويبقى بنفس الزاويه مع الخوذه. فاهم؟ تعمله كده يا صديقي. جيب الموبايل بتاعك، تروح جاي حطه كده وبس، زي ما انت شايف فل كده، ما بتتحركش، مصلاش اي حاجه. وزياده تاكيد، انت ممكن عارف حته البلاستيكه او الجلده اللي هي في الهولدر بتاع الموبايل اللي احنا بنحطه قدامنا ده، ممكن تستخدمها كزياده تاكيد. بس انا عايز اقول لك ان هي مش هيحصل لها اي حاجه، ومضمونه 100%. ديت للناس ان معهاش فلوس تجيب كاميرا، او انا مش من هواة التصوير وهجيب كاميرا على اساس ايه. ده حل بسيط. ممكن هتلاقي ديت ب 120 جنيه، البتاع دي ب 50، وديت ممكن تلاقيها مثلا ب50. هتلاقي نفسك بتصور او عملت عدة تصوير كاملة ب 200 300 جنيه. تمام، الحاجات ديت ممكن تلاقيها عند اي محل بتاع موبايلات او كاميرات. في ناس بتستخدم الشيست ماونت دوت، سريري كده بيتلبس وبتحط عليه نفس الحاجات دي، بس دوت انا مش بفضله. تمام، لان انا مثلا معايا سبورت بايك، فدايما قاعد عامل كده، فالشيست ماونت بالنسبه لي مش هيبقى احسن حاجه. لكن انت بقى لو معاك كروزر مثلا او حاجه شبه كده، هيبقى رايق معاك. ده كده الفيديو عن طريقه التصوير بالموبايل. ولو انت حابب تشتري كاميرا، انا فقلت لك
الحلول. طب ايه الاحسن بالنسبه لي، ال 360 ولا ال 10 او الجو برو هيرو؟ والله بص، انا عايز اقول لك، لو التصوير، لو انت هاوي الحاجات دي، فالاتنين بيكملوا بعض. ديت هتديك شوتات تحفه، وديت في الفلوجات جامده جدا، لان ديت زي ما انا قلت لك مشكلتها في المايك. نصيحه اخيره بقى حابب اقولها لك، الكاميرات ديت اللي هي سواء ايا كان يعني حاجه انت عايز تجيبها، بلاش تطلبها اونلاين من بره مصر. في ناس بتبيعها في مصر، بس لو انت هتطلبها من بره مصر عايز اقول لك هتتبهدل بهدلة السنين. انا الكاميرا دي مش فاكر كانت من كام سنه بصراحه، بس قعدت حوالي في الجمارك شهرين ال 360، لان الكاميرا ديت الكاميرا ال7 اول لما نزلت طلبتها. ال 360 اول لما نزلت طلبتها، ما كانش فيه لسه حد معاه في مصر. تخيلوا قعدت 8 شهور في الجمارك، 8 شهور بخلص ورقها. فيا جماعه الموضوع كان صعب جدا. فانت لو عندك حد جاي من بره، ادفع له فلوسها، وده هيبقى احسن لك كتير. هتوفر على نفسك وقت، هتوفر على نفسك مصاريف الجمارك، هتوفر على نفسك بهدله. عايز اقول لك والله العظيم 8 شهور حرفيا كل مثلا اسبوع مره او مرتين في الجمارك بتاعه مطار القاهره، بخلص ورق، بروح اعمل كذا هنا كذا هنا كذا هنا. 8 شهور ما وقفتش عشان بس اخد الكاميرا دي، عشان انا دفعت حقها. انا كنت جايبها وقتها كان بمبلغ، فاهم؟ انا الحاجه اللي انا عايزها بحوش لها، بس دفعت عليها في الجمارك قد ثمنها. تمام؟ الثمن ما بيكونش فلوس بس، الثمن بيكون بهدله، الثمن بيكون وقت، الثمن بيكون اللي انت بتتعامل مع ناس بيعاملوك معامله مش كويسه، مجرد بس اللي انت ليك حاجه عندهم، فاهم؟ فدي نصيحتي ليك، لو تطلب حاجه هتلاقيها هنا في مصر سعر اغلى مثلا 1000 2000، بس احسن لك يعني. اشتري كرامتك، فاهم ازاي؟ دي نصيحتي ليك. وده كده يا صديقي كان كل حاجه عن التصوير على الموتوسيكل ككاميرات او التصوير بالموبايل، ودي كل الحلول. لو عندك اي اسئله سيبها لي في الكومنتات، وممكن ارد عليك على الانستجرام او الفيسبوك او الجروب بتاعنا على الواتساب. احنا بالمناسبه عملنا جروب على الواتساب، اللينك دلوقتي في الديسكريبشن، ابقى شوفوا. بنطلع رايدات تحفه، وبنتصور مع بعض، وبنعمل فيديوهات عظمه. لو انت لسه ما تعرفش الموضوع ده، لو عندك اي اسئله متنساش تسيبها لنا، واستنى الفيديو الاسبوع الجاي يوم الجمعه. سلام.